قبل ما اجي هنا ب5 دقايق بشوف الموبايل، لقيت بنت من اليوب متغيبه بقالها 3 اسابيع، عندها 16 سنه. راحت فين؟ اصل 16 سنه ما هياش زي العيل بتاع امبارح اللي بينادوا عليه في الجوامع عنده 9 سنين ولا 10 سنين. دي 16 سنه. راحت فين؟ عايز تعرف راحت فين؟ لو نزلت الغردقه هتلاقيها مع صاحبها في الغردقه، لو رحت مرسى علم هتلاقيها مع صاحبها، في اصل دي كبيره هتروح فين؟ فمعظم اللي بيروحوا الغردقه يشتغلوا في الشمال، ولا البحر الاحمر يشتغلوا في الشمال، ولا ما هم طفشانين من بيوتهم. وفي موضه ان البنات بقت تسيب بيوتها وتروح تأجر شقه ويقعدوا مع بعض. بيقلدوا بقى الامريكان، بيقلدوا الاوروبيين. ما هو احنا لو ما بصيناش على المشكله واقتحمناها وفضلنا نلف وندور حواليها مش هنحل مشاكل، هنفضل محلك سر. فلازم تبص في المراية، لازم تبص في المراية. والكلام ده انا بقوله لك منين؟ من بيتنا؟ لا، انا راجل اشتغلت في السياحة، راجل قعدت فترة في الغردقة وقعدت فترات كتير في شرم الشيخ وقعدت والساحل، فشفت، فانا عارف انا بقول ايه. عشان كده بقول مشاكلنا جاية منين؟ جاية من البيت، دي اساس المشاكل. طيب تعالوا نشوف النهارده مثلا كم خبر كده، علشان لما كنت بتكلم وبقول خدوا بالكم من عيالكم، وان في افارقه بياكلوا العيال الصغيره، وجزيره ابستين كانوا بيحطوا العيال في الفرن زي الديك الرومي، ولسه في حاجات كتير قوي احنا ما نعرفهاش. وفي واحد منزل صورة واحد افريقي عمال يعمل بسنانه في جذع شجرة، بياكل جذع الشجرة. فاللي بياكل جذع شجرة مش هياكل عيلك اللي في الشارع بال4 وال10 ساعات في الشارع بيلعب وعيال صغننة اقسم بالله. يعني قبل البث ب10 دقايق سمعت زي عيال لا تبص، العيل تشيله في ايدك وتمشي محدش يقول لك انت في ايه والدنيا ضلمة. عيل عنده 4 5 سنين والدنيا ضلمة.